كما قال جدي، اللي يعرفك وانت صغير يقدر يدمرك وانت كبير. كان ديما يرددها كي يشوف ناس تتبدلوا مع الوقت، وانا بصراحة عمري ما فهمتها مليح، حكى جه نهار ووليت انا الحكاية بحد ذاتها. في 2020 العام اللي كلش كان واقف فيه كورونا، حبس، خوف، بصح أنا قلبي كان يتحرك. كنت فكة شوية نخمم في الخدمة ونحاول نزيد نلقى طريقي. وفي وسط كل هذه الكآبة تعرفت عليها. من كذبش عليك، أول مرة حكينا كانت عادية، بصح طريقة كلامها، ضحكتها، النية اللي كانت باينة من بعيد خلت قلبي يرتاح. بدينا نحكيو كل يوم ساعة ساعتين، حتى ولاد التليفون ما يسخنش. كان بينا ألفة من أول يوم، كنت نحس كأننا نعرفوا بعض من زمان، كأنه ربي ساقة في وقت كنت نحتاج فيه نور صغير يهديني. ما كانش نهار ما نبعت لهاش صباحو خير لبؤاتي وتصبحي على خير يا سلطنة قلبي، وكانت ترد عليا بضحكة وسلام يحسسني بالطمأنينة اللي ما لقيتهاش حتى في دارما. مع الوقت وليت نعرف كل تفصيلة فيها، واش تحب واش تكره، حتى شحال تحط سكر في القهوة. عرفت دارهم، عرفت خواتاتها، وليت الوالدة تاعي تسقسي عليها كل مرة، واش قالت لك؟ تبان بنت فاميليا، واش ناو معاه ولا غير لعب؟ جا نهار وقلت الوالدة يا يما نيتي صافية يا يما، راني باغي نبني ماشي نهدم. هنا بديت نفكر في الجد، نخمم في المستقبل، نحط خطط، نشوف كيفاش ندخر، نحلم نزيد نكبر في الشغل على جالنا. ومع الوقت من ضحكة في الهاتف وليت قاعدة مع العائلة. رحت نخطبها رسمي، شريت الكادو، جبت الوالدة، دخلنا دارهم برجولية. بوها حكى معايا وسقسي بزاف، بصح في الأخير قال راك عاجبني وزيد نحبك كي نحكي مع بنتي على وجهك. الوالدة فرحت بيها بزاف، وحتى أخوتي قالوا لي هادي بنت الناس ومشي كيما اللي نشوفوهم في الدنيا. 3 سنين دارت بينا فيها كل أنواع اللحظات، فرح، بكى، صبر، خلافات صغار، بصح دايم نرجعوا لبعض، نحكيوا على العرس، نحلموا بالدار، نهضروا على شحال ولاد نحبوا وش نسميهم. كانت علاقة مش غير حب، كانت مشروع. بصح في صيف 2023 تبدل كل شيء، ونهاري دخلت سارة صورة حياتي، كل شيء خبط في قلبي. هي صاحبتها، صاحبة الروح، يجيوا مع بعض، يضحكوا مع بعض كي النجمات. أنا كي شفتها أول مرة حسيت بحاجة تخنقني، مش حب بصح فضول، رغبة، غلطة. سارة كانت خفيفة، تضحك بلا ما تطلب إذن، تصرفاتها مرحة، دايما نشيطة، وأنا ضعفت، ما كذبتش، ضعفت. تبدأت تبعت لي ميمز، تعلق على ستورياتي، كي نحط أغنية حزينة تبعت لي ماكش لباس، وكل مرة نحسها تقرالي من الداخل. خطوبتي وليت عادية، ما بقاش عندي شغف، كنت نحب نخرج بصح نهرب منها، نعيط، نقطع، نتهرب، نرد برود. وهي صاحبة القلب بدأت تحس، بدأت تبعت لي مساجات طويلة، راك تبدلت، ماكش هو اللي كنت نعرف، وين راك؟ شكون راه شاركك قلبي؟ وانا نكذب نقول تعب، ضغط، شغل، ما كان والو. نهار اللي ما ننساش جت عندي للدار بلا موعد ودخلت، كانت تسمعني نضحك مع سارة في التليفون والرقم مجهول. وقفت، ما قلت والو، شافتني شوفة ما ننساهش وخرجت ساكتة. من داك نهار ولات البرد في العلاقة، ولات العلاقة ديكور بلا طعم، بلا نية، بلا حساس. ما بقاش صباح الخير، ما بقاش شوق، بقينا نحسوا بالغربة وسط القرب. وفي ديسمبر جات القاضية، كنت مع الوالدة نشرب قهوة، الباب دق، دخلت سارة بكامل الزينة، ضاحكة وبيدها علبة حلوى، قالت بصوت عالي قدام كامل العائلة: خطبتك يا خالتي. الوالدة ضحت وقالت: ما شاء الله، مبروك، الخير قدام. وانا ساكت، خجلان من وجهي، من نفسي، من ضعفي. قلت يعني هي صاحبتها 3 سنين ومن بعد خطوبتي القديمة. نهار عرفت بعثت لي رسالة طويلة وفيها وجع الدنيا: كنت نحبك وكنت نوثق فيك، بس خانمني نيتك وخسرتك بصحابتي. بكيت نهارها، بكيت لأني ما خنتهاش بجسمي بس خنتها بقلبي، خليت الإحساس يجرني وسكت وما قلتش لا. فهمت باللي الخيانة تبدأ كي تسكت على قلبك، كي يخرج من طريقه وتقول ما كان والو. اليوم أنا مخطوب بس قلبي مازال مشوش، سارة معايا بس ما عنديش راحة، وخطوبتي القديمة ما بقاش عندي حتى خبر، بس نعرف اللي القلب تاعها مات فيا. وكل نهار كي نرقد نسمع صوت جدي يقول: كي تزرع الثقة وتردها رماد، الريح تولي تهزك وين تحب، وانت ما تبقاش حتى تظل راجل.